هتعمليه على ايدك من غير ولا مكنه ولا كيس حلواني، وبمقادير بسيطه كلها عندك في البيت، واللي مش عندك ممكن تستغني عنه، واللي مش موجود ممكن من السوبر ماركت اللي تحتيك تجيبيه. حاجه سهله هتنفعك في فطار الولاد الصبح وهم رايحين المدرسه، او ممكن في العشاء، يعني تنفع معاكي فطار وعشاء مع كوبايه شاي بلبن او كوبايه نسكافيه او القهوه بتاعتك. ولو ولادك ما بيحبوش يفطروا هم اللي هيطلبوها منك. البيضه اخدت معايا كوبايتين ونص دقيق، لكن دي اخدت معايا كوبايتين بس اللي هي البني. وكل دقيق بيختلف، ممكن انت تاخد معاكي اكتر معلقه او اقل معلقه حسب ما تاخد معاكي. باخدت حته عجينه وفردتها على الرخامه زي ما انتم شايفين، وبقطعها وبتشيل الزيادات عشان تطلع متساويه معاكي، وبتقطعي وبتعمليها. ممكن تسيبيها ساده كده او تعمليها بالشوكه زي ما هوريكي، ممكن كده. وبتحطيها في الصاج، والصاج مش مدهون خالص، هي كده كده ما بتلزقش. وادي البني برضو ممكن تسيبيها او تعمليها بالشوكه زي ما انا بوريكي كده. دي العجينه البني، شايفين كانك عاملاها بمكنه او كيس حلواني، تحفه جدا. لو مش حابه بقى تفردي، ممكن تدوريها كده في ايدك، تعمليها بالمعلقه، تعمليها شكل بالمعلقه، او تعمليها بالشوكه زي ما انت شايفه، لو انت عايزه حاجه اسهل يعني. حطيتها في الفرن وطلعت اهو، خدت معايا تلت ساعه. اول ما تلون من تحت، انا حطيت معاها ابيض عشان خاطر البني مش بيبان. اول ما تلون من تحت بفتح الشوايه 5 دقايق تلت ساعه، وبتتابعيها حسب الفرن بتاعتك. شايفين مقرمش ازاي؟ مقرمش وفي نفس الوقت دايب زي ما انتوا شايفين. تحفه جدا، حاجه سهله وما بتاخدش وقت خالص. جربوها وهتعجبكم جدا.